اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح الورد والتفاؤل والأمل عليكم. عاملين ايه يا رب؟ دايما احلى متابعين يبقوا في احسن صحة واحسن حال. زي ما انتوا شايفين بقى النهاردة هنعمل اكلة سمك جامدة جدا. هنعمل السمك البلطي وهنعمل السمك الفيليه، هنعمل الجمبري، هنعمل السي فود بقى بطعم احلى من اللي بتجيبيه من بره. وده تحدي لان كل اللي بيشرب السي فود من عندي بيعرف ان هي احلى من بره بكتير. تعالوا كده الاول نعرف هنعمل ايه. السمك اول ما بنجيبه لازم يبقى مغسول حلو قوي. افتح السمكية واشيل منها اي دم كويس جدا. وافضل حاجة تساعدني في تنظيف السمك هي فرشة. ابقى جايبة فرشة واغسل السمك من جوه حلو قوي وانضفه من اي دم فيه، واسيبه لما يصفي ميته تماما. اي حاجة بتتغسل معايا سواء طيور اسماك او لحوم لازم اسيبها تصفي ميتها تماما وبعدين ابتدي اعمل لها خلطتها. بعد ما غسلنا السمك كويس كده زي ما قلنا هنسيبه شوية يتصفى ونعمل دلوقتي التتبيلة بتاعته. عبارة عن راسين ونص توم. السمك طبعا التتبيلة بتاعته بتحب التوم كتير، فالكمية اللي انا عاملاها دي هحط لها راسين ونص توم، معاهم شريحتين جنزبيل فريش متقطع شرايح. انا هنا كنت فرمه حبة توم وحطيت معاهم آم توم تاني لسه هفرمه. وهبتدي احط معاهم كمان 2 فلفل رومي. وابتدي بقى احط البهارات اللي هتديني الطعم الجامد لاي تتبيلة سمك. هحط معايا معلقة فلفل اسود، معلقتين كمون، معلقة كزبرة، ورشة شطة صغيرة جدا. وطبعا هحيق بملح واحط ربع كوباية عصير ليمون وابتدي افرم كل التتبيلة دي حلو جدا مع بعض كده. هتديني اللون التحفة، ريحتها كانت جميلة جدا وقوية جدا، وهتتبل معاكي السمك وهتحيقه طالع متحيق حلو قوي. عشان تحيقي السمك بقى ويبقى طالع معاكي كده مفيهوش حته مش متحيقه، ولازم تحيقيه في كل تحيقيه كويس جدا يعني، وتسيبيه في الخلق في التتبيله دي على الاقل قوي 4 ساعات علشان يشرب منها حلو قوي، يطلع معاكي لحم السمك من جوه متحيق وطعمه فيه حياء ومسكر، مش مجرد بس ان الجلده متحيقه ولحم السمك جوه معاكي مش متبل كويس. بعد كده هبتدي اسيب السمك بتاعي بعد بقى ما تبلته حلو يتنقع في التتبيله شويه ونعمل السي فود. السي فود بيطلع طعمه حكايه ووهم، وبجد هتجربيه بالطريقه اللي انا هقولك عليها هيطلع معاكي جميل جدا. عشان اعمل السي فود اول حاجة انزل في الحلة بمعلقتين زبدة كبار، عليهم بصلاية متقطعة صغير كده زي ما انتوا شايفين، وافضل اقلب في البصلة لحد ما لونها يصفر معايا كده. تصفر معايا بالشكل ده ببقى بقى مقطعة كل الحاجات بتاعت السي فود. الجمبري بقطعه مكعبات، لو مثلا عندك كاريماري، عندك سمك فيليه بتقطعيه قطع صغيرة بعد ما بيتغسل طبعا. وببتدي على فكرة انا السمك ده كله متبلاه بنفس التتبيلة اللي انا عملت بيها السمك اللي احنا عملناه من شوية، متبلاه ومقطعاه مكعبات ومنزلاه مع البصل. تخيلوا بقى الريحة والطعم في الاخر هتبقى عاملة ازاي. وبفضل اشوح في السمك المتبل بالتتبيلة اللي احنا لسه عاملينها مع البصلاية والزبدة او السمنة، واشوح فيه كده لحد ما لونه يتغير بسيط جدا. انا مش هسيبه يستوي، انا بس هشوح فيه لحد ما لونه يتغير بسيط. هنسيبه كده؟ لا طبعا هنحط التكات اللي هتخلي الطعم احلى واحلى واغنى واغنى، وبجد هتطلع معاكي تحفة. هنا انا حاطه معايا حوالي ربع كوبايه قشطه. يا جماله يا جمال السي فود، حاولوا تتخيلوا الطعم، بجد طالع طعمه السي فود حكايه احلى من اللي هتجيبيه من بره بكتير. هبتدي اقلب بقى السمك اللي انا متبلاه كده ونازل مع اتشوح مع البصل والزبده، ابدا اقلبه مع ربع كوبايه القشطه كده لحد ما القشطه تفك مع السمك وتتقلب حلو معاه كده ويشرب منها حلو. متخيلين الطعم معايا عامل ازاي؟ ابتدي بقى ايه بعد ما الاقيه شرب معايا كده شويه احط البهارات بتاعتي.
ربع معلقة فلفل اسود، رشة ملح، وطبعا مش هكتر قوي لان انا اساسا متبلة السمك، ومعلقة كمون كده، واقلب السمك مع البهارات دي كلها. وبعد كده ابتدي انزل بنص لتر اللبن. شايفين بقى الشكل وجماله وريحة السي فود جميلة جدا بجد تحفة. بعد ما قلبناه كده هبتدي انزل عليه حوالي بنص لتر من اللبن معايا، واوطي بقى واسيبه على نار متوسطة، واسيب السيفود بقى تستوي معايا. شايفين شكل السيفود يا جماعة قبل ما يستوي؟ والريحة بتاعته جميلة جدا. طالع معايا احلى طبق سيفود ممكن تدوقه، وطالع دسم وغني جدا من القشطة واللبن وكل الحاجات اللي احنا حاطينها له. تعالوا بقى نعمل بعد كده رز السمك اللي بيطلع بقى آه طعمه حكاية. امشوا معايا بالخطوات اللي انا هقولكوا عليها دي وهيطلع معاكم رز سمك مميز جدا. هبتدي اجيب الحاجة اللي انا هعمل فيها الرز، انزل فيها بحوالي ربع كوباية زيت، معاهم بصلتين كبار متقطعين صغير. هسيب رز السمك لحد ما يوصل للون ده، مش هحرقه، هخليه بني محمر كده، يعني مش هوصله لدرجة ان هو يتحرق عشان الرز ما يمررش معايا. هنزل عليه بعد ما يبقى لونه بني محمر كده بمعلقتين صلصة، وابتدي احط الرز مع ملح، مع كمون، مع رشة كزبرة، مع فلفل اسود، مع رشة شطة صغيرة، وابتدي اقلب الرز مع كل الحاجات دي. شايفين لون الرز قبل ما انا احط له المية وقبل ما يبتدي يتشرب معايا لونه وريحته جميلة جدا. حطينا له كمون، كزبرة، ملح، فلفل اسود، ورشة شطة صغيرة، وحطينا مع البصل معلقة صلصة كبيرة هي اللي هتديني اللون بقى اللي هيطلع معايا في الاخر جميل جدا ومميز قوي. هبتدي اشربه بقى بمية سخنة. وسوى الرز اللي يطلع معاكي مفلفل ومظبوط ان انت تخلي المية اعلى من الرز بحوالي نص سنتي، تبتدي تعلي عليه النار لحد ما يغلي غلوتين، وتوطي خالص وتقفلي عليه قفلة محكمة لحد ما يستوي تمام. تعالوا بقى خلاص السمك معايا اتبل وشرب من التتبيله حلو. تعالي نبتدي نحطه في الدقيق ونبتدي نقليه. جبنا السمك وجبنا الدقيق، حطينا على الدقيق رشة كمون كده ورشة ملح صغيرة، وحيقنا الدقيق بتاعنا برضو، وهنبتدي نقلب كل الكلام ده مع بعض كويس جدا، ونتبل الدقيق في السمك في الدقيق ونقلي مباشرة. الزيت اللي انا هستخدمه للسمك بفضل ان انا احط فيه كده 2 من قشر الليمون اللي انا عصرته للسمك، بيشيل اي زفارة من الزيت وبيخلي ريحة الزيت حلوة. هجيب كده معايا مية واحط فيها معلقة من التتبيلة بتاعت السمك. هنزل الجمبري معايا في الدقيق الاول زي ما انتوا شايفين، وابتدي انزله في المية اللي انا حطيت فيها معلقتين من التتبيله اللي انا عاملاها من السمك، وابتدي نحطه تاني في الدقيق. كده انا عملت طبقه حلوه جدا على الجمبري، هتطلع معايا متحيقه وطعمها جميل جدا. الجمبري تاني واحده تاني هنحطها في الدقيق، وبعدين نحطها في الميه اللي حاطين فيها معلقتين تتبيله وننزلها تاني في الدقيق، ونبتدي نحطها. بعد كده نبتدي نعمل الخطوات دي لحد الكلام ده هنعمله في السمك البلطي، في السمك الفيليه، لحد ما نخلص الكمية تماما، ونبتدي نقلي في زيت سخن جدا ودرجة بس النار معايا متوسطة مش عالية. ده بعد ما خلصت كل الكمية اللي عندي وطالع معايا الطبقة متماسكة، وهتشوفوا في الاخر النتيجة بعد ما نقلي الجمبري. ابتدي بقى انزل بالجمبري في الزيت كده واحده واحده، مش هحط كله مع بعضه حته واحده كده علشان ما يبقاش لازق في بعضه والقشره معاه تتشال. بحط واحده واحده كده زي ما انتوا شايفين. والجمبري ما بياخدش على النار اقل من 5 دقايق. ببتدي اقلبه على الناحيه التانية لحد ما الاقيه استوى برضو 5 دقايق كمان. ما بيقعدش معايا كتير عشان لو الجمبري قعد اكتر من اللازم بينشف معايا وبيطلع ناشف. فالجمبري بالظبط ما بياخدش معايا 7 دقايق 8 دقايق على النار وبلاقيه اتحمر وتمام. ببتدي اشيله اول ما الاقي لونه بقى ذهبي كده زي ما هوريكم دلوقتي. خلاص هبتدي اقلبه على الناحية التانية
واول ما الناحيتين يتحمروا زي بعض هشيله، يبقى كده استوى معايا وتمام. زي ما انتوا شايفين كده هو ده اللون اللي انا ببتدي اطلع الجمبري ويبقى استوى. بصوا القشره يا جماعه متماسكه ازاي، مفيش حاجه فكت معايا في الزيت ولا الكلام ده كله. طلع الجمبري معايا القشره بتاعته متماسكه، كل حاجه متحيقه فيه، وطعمه بجد جميل جدا جدا. هبتدي اخلص الكميه كده واحمر بقيه الكميه اللي عندي، ونكمل بقى السمك. هنعمل نفس الخطوه في السمك الفيليه والسمك البلطي. اكرر اللي انا عملته في الجمبري مع الفيليه ومع البلطي، وكده يكون خلصنا بقى النهارده الفيديو الجامد جدا. السي فود جهز معايا، يا جمال السي فود يا جماعه، شايفين شكله ازاي دسم وطعمه مش قادره اقول لكم. والجمبري جهز معايا، قلينا برضو البلطي وقلينا الفيليه. الرز شايفين لونه طالع معايا عامل ازاي، وعملنا سلطه خضراء برضو جنب الاكل النهارده الاكل كان جامد جدا، وريحه التتبيله وريحه السمك وطعمه مش قادره اقول لكم جماله عامل ازاي. السمكه من بره بس مش هي اللي متبله، لا دي متبله من جوه كمان حلو قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده، وبجد يعني اتبسطت بيه زي ما انا كمان مبسوطه بيه. اتمنى بقى ما ننساش نعمل لايك كتير جدا جدا عشان الفيديو يرفع ويوصل لاكبر عدد من المشاهدين، ونعمل متابعه للقناه ومتابعه للصفحه، وكومنت حلو منكم كده وتقولوا لي حبيتوا الفيديو ولا لا. واشوفكم في امان الله، واسيبكم في امان الله، مع السلامه.